مساء الخير عليكم. اهلا اول مره في حياتي اعمل فيديو او برومو عن شغل. اول مره النهارده كلموني كتير طالبين مني اعمل سيشن الناس تعرف انا بشرح ازاي. بعد العمر ده قررت ان انا اعمل زي برومو سريع عن الكورس بتاعنا، وده يشرفني ويزيدني شرف. كان احجامي عن ان اعمل كده مش يعني مش غرور لا سمح الله ولا حاجه، لكن كان احساسي بانه الامر غالي قوي، فبخليه محصور وفي اطار ضيق جدا. اوكي، المهم قررت اعمل برومو عن الكورس بتاعي، وزي ما انتم شايفين انا بفتخر بالطلبه بتوعي في الخلفيه اللي جايبين سكورات حلوه قوي. دي فاطمه كانت جايبه 760 اهي. هتلاقوا كذا صوره للطلبه الشطار اللي عندي، وده برضو نوع من انواع الافتخار والفخر والشرف العظيم بالطلبه الجميله اللي خدت معايا. احب ارحب بيكم في الوقت الصغير قوي اللي هقعد فيه معاكم. هقول لكم فيه نظام الكورس بتاعي، وكمان هقول لكم فيه جزء من الشرح السريع لافكار جميله سريعه. تعالوا بينا نبتدي دلوقتي بقى. هنتكلم عن الكورس بتاعنا. بصوا بقى حضراتكم، الكورس بتاعنا بينقسم الى الاتي. احنا طبعا انا بكتب لكم على البورد، هيبان دلوقتي البورد اهي. عندنا الجروبس بتاعتنا. عندنا اول حاجه عندنا جروب ايه. جروب ايه ده بيبقى عباره عن شرح لكل التوبكس، لكل الشهادات، للسات والايست والاكت. بنشرح درس ونحل عليه اسئله كويستشن على كل توبك. ده كورس بياخد تقريبا من 30 ل 33 سيشن. بيشمل ايه؟ شرح وامتحانات وورش تصحيح. وطبعا احنا بنصحح الواجب كله. الكورس ده لا غنى عنه لاي طالب، لانه كورس التاسيس. جروب ايه ده دايما بياخدوه بتوع جريد 10 وجريد 11 اللي ما خدوش في جريد 10. افضل انك تبتدي معايا من جريد 10، ولكن لو جيت في جريد 11 هدخلك كورس التاسيس علشان اسس لك التوبكس بتاعتك. الا لو انت جاي لي بتقول لي انا مش محتاج كورس تاسيس يا مستر، انا متاسس كويس قوي، انا عايز ادخل على الحل على طول. يبقى جروب ايه. ولو اني برضو بحب حتى لو طالب شاطر انه يتاسس بالطريقه بتاعتي علشان يعرف يمشي صح. انت عارفين يا جماعه اللي ما بيحضرش التاسيس ده بيعمل زي العماره العوجه، شاطر بس عوج، مش عارف يظبط نفسه. ولكن الكورسات التانيه بتكمل الكورس الاولاني. طلبه كتير قوي بتيجي تاخد الكورس الاولاني يقول لك يا مستر انا فهمت الدروس بقى. اقول له يا ابني مش كفايه. في عندنا بقى جروب بي. جروب بي بقى ده جروب الحل، بس بنحل الانترميديت ستيج. يعني الاسئله المتوسطه. الاسئله المتوسطه او الاسئله اللي هي من الليفل الايزي والميديوم، وبناخد حته صغيره جدا من الهارد. انا عايز اقول كل كورس بيجيب سكور كام. ده كورس جروب ايه ده لو خدته لوحده يجيب لك من 400 ل 500. هل ده معناه ان كل الناس بتاخد 400 و 500؟ لا، ما بيحصلش كده. في ناس بتعدي ال 500، بس انا بتكلم عن نورمال. في ناس بتدخل الكورس ده وتجيب 600 650 من كورس الشرح بس دول يبقى هو واخد الكورس خلاص، كملت له الصوره، مش محتاج تاني غير انه يخش الحل على طول. ساعات ما بيكملش الكورس يقول لي بس لا خلاص كده كفايه، انا عايز انقل على الحل. انا في كورس الحل في جروب بي بشرح برضه، بس بشرح بسرعه، براجع الرولز. كل سيشن بيبقى عباره عن بنحل امتحانات ونراجع بسرعه الرولز علشان اضمن ان الولد يفضل فاكر الرولز والامتحانات. بنحل امتحانات ميديوم خلاص. بعد كده بقى بنخش على جروب سي. نسيت اقول بقى، هنا في جروب بي بنختلف بقى. في كورس الاكت لوحده، والايست لوحده، والديجيتال ساب بقى الجديد لوحده. يعني في كورس الحل جروب بي عندنا 3 جروبات: جروب حل اكت، جروب حل ايست، جروب حل ديجيتال سات. بنفصلهم عن بعض لان الامتحانات دي ليها تكنيكس مختلفه، وبنعملهم في جروبات مختلفه علشان نعرف ندي كل جرعه او كل فريق
شغله المختلف. طيب نيجي بقى في جروب سي، ده الهارد كويستشنز بقى، ده الملك ده بقى، ده بتاع اوفر 700 او اوفر 30 في الاكت. هي دي خطتي ببساطه، انا بعتمد على الثلاث جروبات، كل جروب ليه كرايتيريا معينه، بنشتغل بطريقه معينه، وفي الاخر بعد توفيق ربنا طبعا بنوصل للسكور اللي احنا بنحلم بيه. نفسي كل اب وام يتواصلوا معايا، يفهموا مني اكتر. انا تليفوني مفتوح للكل، وبشرح بالتفصيل الممل كل حاجه. إيه طبعا مش عايز احكي لكم على كميه السكورات الحلوه اللي عندنا، يعني عايز اوريكم كده شويه سكورات جميله عندنا. بصوا بقى يا جماعه السكورات، يعني عندنا مثلا البنوته الجميله دي همس، اول محاوله جابت 730 في الايست، وبعدين 730 تاني، وبعدين في الاخر جابت كام؟ 800. يا رب ولادكم كلهم يجيبوا السكور الحلو. شايفين قمر ازاي؟ كمان غير همس في رودينا، صحتني الصبح قالت لي انا جبت 790 في الماس في الايست. طبعا كنت فرحان جدا. وطبعا رودينا باديه معايا قصه كفاح من 700 من 670 700 790 790 يعني اولموست 800. عندنا كمان محمد عطوه زاد من 600 من 480 ل 600 في محاوله واحده. يا مستني دي سكورات ولادي بقى بتوع السات، من الطلبه الممتازين جدا. مهند 800 من اوائل اللي جابوا معايا 800. والبنوته الحلوه دي مي، وكمان كتير قوي 800 اهي. يا رب عقبالكم، يا رب عقبالكم. طبعا سكورات كتيره قوي قوي. في بنوته اهي زادت معايا 80 درجه من الترايل اللي فات، بتقول لي البنوته الحلوه دي جابت 760 ماث في الايست. الطالب مش كلهم بنات، في ولاد كمان 650 في كل السكورات. هادي من الطلبه اللي خدت معايا كل سات وايست واكت، الحقيقه ما انساش مجتهد جدا. وذكي برضه اهو سكوراتهم حلوه، من اوائل الطلبه اللي جابوا معايا 800 من 800. هاجر في الايست، وكمان آه مريم من الناس الشطار جدا معايا. نفسي اشوفكم كلكم جايبين سكورات حلوه. طبعا نسينا نتكلم على ايست 2 واكت 2. عندنا شهادتين مهمين جدا، ايست 2 واكت 2. انا عندي ايست 2 بديهم كورس مكثف، بيبقى عباره عن 3 اسابيع 3 ويكس قبل الامتحان، واخر 10 ايام بيبقى فيه مراجعه. ونفس الكلام بالنسبه لاكت 2. بنحل كل الامتحانات اللي بتيجي في الشهادتين. هنا في كويشن بانك جميل قوي عندنا، مش موجود عند حد. وهنا طبعا في الماتيريال اللي موجوده، اللي نزلت من وزاره التربيه والتعليم او من الشركه المشرفه على الامتحان، بنحلها. وبنحل شويه كتب ثانيه بتساعدنا على التدريب. ده بالنسبه لاكت 2 واس 2. طبعا عندنا المراجعات بتاعتنا المشهوره. بنراجع في سات 1 سوري ايست 1 واكت 1 و ايست 1 وسات 1 الديجيتال والاكت 1. بنراجع 16 يوم قبل الامتحان. دي مراجعه مشهوره بتاعت مستر ايمن، بيبقى فيها جولدن كويستشن دايما، اللي هي فيها بتيجي في الامتحان. دي خطتنا بسرعه، نتمنى تنال وتحقق سكورات اولادكم. شكرا. النهارده هنشرح فكرتين صغيرين جدا. اعتقد ان احنا طلبه كتير قوي بتعاني من الحاجات دي في الامتحان. هنشرح اول حاجه how to factorize quadratic equation.
without calculator. بس لما يكون في coefficient جنب الاكس سكوير، يعني 2x سكوير بلس 7x بلس 6. طلبه كتير قوي بتاخد وقت طويل قوي في ان هم يحلوا ايكويشن زي كده من غير كالكوليتر. الطريقه السريعه احنا بناخد ال2 ونعملها ملتبلاي بالذا لاست تيرم اللي هو ال6، فهتبقى x سكوير بلس 7x plus 12 and then we find how the product and sum كام في كام ب 12، السم بتاعهم 7، فيبقى طبعا بنختار على طول 3 و4، فهتبقى x plus 3 multiply x plus 4، طبعا ده كله equal 0. بعد كده بنعمل divide 2 بقى، الرقم اللي عملناه multiply بنرجعه تاني بايه؟ بالديفايد. فهتبقى ممكن نكتبها قبل ما اكمل، ممكن نكتبها 2x plus 3 وهنا 2x plus 4 equal 0. finally بقى هتبقى 2x equal minus 3، تبقى x equal minus 3 over 2 وهنا 2x equal minus 4، طبعا بنودي الارقام دي الناحيه الثانيه، تبقى x equal minus 4 over 2 اللي هي minus 2. يبقى الاجابه الاخيره. الطريقه دي بتوفر وقت كبير قوي، غير ما اقعد افكر يا ترى هي 2 في 1 x وال6 بقى 3 في 2 3 في 2 ولا 6 في 1 واقعد افكر. طبعا الطريقه دي عقيمه كانت زمان، دلوقتي احنا بنعمل على طول، بناخد الرقم اللي هنا نعمله مالتبلاي بالذا لاست تيرم وبعد كده بنعمل فاكتورايزنج، بنشوف الارقام اللي تديني 12 كبرودكت و7 كسم. الطريقه دي سريعه جدا، والحقيقه لما رحت امريكا في بدايه السات القديم اللي فات واستخدمتها مع شركه هناك، يعني رغم انها معموله في امريكا بس ما كانوش عارفين how to factorize without calculator with coefficient of x square. طيب دي حاجه جميله. في كلكم عارفين البرابولا فيها فيرتكس، ده الفيرتكس صح؟ ممكن يكون ماكسيمم او مينيمم. كلنا بنجيب الاكس فيرتكس بالقانون ده ماينس بي اوفر 2 a. طبعا الايكويشن بتاعت الكوادراتيك ايكويشن ax سكوير بلس bx بلس c. طبعا كلنا بنجيب الاكس فيرتكس وبعد كده نعوض بيها فين؟ في الايكويشن عشان نجيب الواي. القانون الجديد النهارده اللي عايز اعلمه لك، الواي فيرتكس بتيجي بقانون سريع قوي، ماينس بي سكوير على 4a بلس c. القانون ده يجيب لك الواي فيرتكس من غير ما تجيب الاكس فيرتكس. ساعات بتيجي اسئله في الامتحان عايز الماكسيمم رينج اعلى واي او المينيمم رينج اقل واي، فمش لازم اجيب الاكس عشان اجيب الواي، لا انا ممكن اجيب الواي على طول بالطريقه دي. دي برضو تبس من التبس السريعه اللي بتوفر وقت في امتحان الاكت والسات والايستر. اتمنى ليكم كل خير، احب اشوفكم على خير في الكورسات بتاعتنا. كورساتنا كلها بتتصلوا بالسكرتاريه بتاعتنا 012 77 3 صفار 3 4 او 012 0 5 9 3 3 5 9 5. كورساتنا في كل شهادات الامريكان دبلومه. تشرفوني ونفسي تجيبوا سكور كويس معايا بعد العمر ده كله اللي فنيته في خدمه طلبه الدبلوم الامريكي. شكرا لكم. امتى بتاخد مع مستر ايمن تدرس؟ باخد مع مستر ايمن من سنتين تقريبا. من جريد كام؟ 3 سنين. بقالي سنتين. سنة ونص تقريبا. سنتين. ايه رأيك في الكورس مع مستر ايمن؟
كورس ممتاز وخلينا نعرف نحل اسرع وخلينا نستوعب مسائل اكتر. الكورس حلو فانتاستيك. كورس حلو يعني بيخليك حتى لما تكونش قاعد زهقان في حصه ومش مركز. أحسن كورسات أخدتها مفيد جدا. قال له هو بيتقسم A B و C. A بيشرح الدروس و B بيدي امتحانات و C بتبقى امتحانات صعبة. ايه اكتر حاجه استفدتها في الكورس مع مستر ايمن؟ ان سرعه الحل في المسائل زادت. ازاي اراجع اخطائي؟ عملنا تريكس كتير. ازاي احل التايم والتبس والتريكس اللي كان بيديها لنا كانت مفيده جدا. الحاجات اللي كانت بتقع مني. ايه اخبار الوجبات الكتيره اللي بنسمع عنها في الكورس مع مستر ايمن تدرس؟ هو مستر ايمن فعلا بيدي وجبات كتيره بس مع التدريب ومع التكرار بتعرف تحلها بسرعه. هو الموضوع مرهق شويه بس هو في الاخر لمصلحه الطالب. الامور كتير قوي بس اللي هو بيكون مفيد يعني. هي كتيره فعلا بس اهم حاجه في الاس تي عامه هو البراكتس. يا ترى سكورك زاد مع مستر ايمن؟ زاد 70 درجه. ايوه طبعا هو مع مستر ايمن هو الحمد لله انا كنت باخد مع مستر ايمن من الاول والحمد لله جبت 400 وبقت 600. جربت الاونلاين مع مستر ايمن تدرس؟ اول سنه خدتها مع مستر ايمن كانت اونلاين. انا ابتديت اصلا مع مستر ايمن في الاونلاين. انا بقالي سنه باخد كورس اونلاين معاك. مستر ايمن تدرس؟ اول سنه خدتها مع مستر ايمن كانت اونلاين. انا ابتديت اصلا مع مستر ايمن في الاونلاين. انا بقالي سنه باخد كورس اونلاين معاك. اول مره حضرت فيها كان اونلاين مع مستر ايمن كان كويس جدا ومفيش ابدا فرق بين الاونلاين والسنتر هنا. جربت زي السنتر بالظبط. نقدر نتكلم مع المستر ويقول لنا يشرح لنا المسألة بتاعته وكده. تحب تقول ايه لحد جديد بيفكر ياخد مع مستر ايمن تدرس؟ لا انصح طبعا ياخد مع مستر ايمن كورس ممتاز وهيحسنه جدا. انا برشح كورس مستر ايمن طبعا ادخل بدون تفكير. طبعا بنصحه يدخل الكورس انه كويس. طبعا ادخل مستر كويس جدا وشاطر جدا. طبعا ياخد معاه لأن مستر أيمن أحسن مستر في مصر. لو اقول لك قول كلمه او رساله لمستر ايمن تدرس دلوقتي تقول بحب له ايه؟ اشكره على الحاجات اللي هو عملها معايا وخلاني احسن في السكول كمان. بحب اشكر مستر ايمن على المجهود اللي معايا.